كاسترو وكريستيانو رونالدو. والدورة الشرفية للفرقة النصراوية. الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز فيصل رئيس الاتحاد العربي. كريستيانو رونالدو يدخل بالكأس إلى منصة التتويج. سيفرح الجميع، ستنطلق الآهات والأفراح. هذا هو النصر على سطح الكرة العربية لأول مرة في تاريخه. نادي النصر في استعراض خيالي للتتويج. النصراويون هم الأولون. صور جميلة معبرة لنصر رونالدو، لنصر العالمي. أكيد مشاهدينا الكرام تعيشون معنا هذه اللقطات التاريخية للكتيبة النصراوية. أترككم مع هذه الصور الجميلة. وهنأ من جديد كل عشاق نادي النصر، ونقول حق أوفر لعشاق نادي الهلال. كل عام وأنتم بألف خير. أعود بالصورة والكلام بعد هذه اللحظات للزميل عبد العزيز البكر. النصر يجلب الفرح في هذه الليلة بعد تحقيق بطولة كأس الملك سلمان للأندية. إنه عصر وزمان النصر، ليلة لا تنسى بالنسبة للنصراويين. وقطار النصر انطلق. كابتن، من سيوقف هذا القطار؟ نظرا للمردود شاهدناه اليوم بالمستوى الممتاز اللي شاهدناه، على مستوى الروح، على مستوى الانسجام، على مستوى الرغبة. انك تكون منقوص من لاعب ومتاخر في النتيجه، انك تسجل هدفين امام نادي كبير مثل نادي الهلال، اكيد انه بجداره واستحقاق نادي النصر اليوم يفوز ببطوله قدم من خلالها صوره جميله جدا على مستوى الدوري.
السعودي المنتظر، لأن كل العالم ينتظر في الدوري السعودي ومستوى الدوري السعودي. كان مباراة اليوم أعطتنا نبذة بسيطة على مستوى الدوري السعودي والأجواء الدوري السعودي، وبالتالي أنا أقول أنه واضح أنه كل الجميع كان في المستوى في مباراة اليوم. نادي النصر ولا واحد يختلف أنه يستحق في مباراة اليوم التتويج، تتويج بعزيمة، بروح، بذكاء مدرب أيضا. صحيح. لازم نشير وبوجود جمهور رائع جدا وراء نادي النصر، لانه نادي النصر لما كان متاخر في النتيجه ومنقوص عدديا شاهدنا جمهور النصر دائما ما كان يشجع وحفز اللاعبين، وبالتالي اللاعبين ردوا جميل. وهذه احلى تتويج بالنسبه لنادي لما يكون منقوص من لاعب ويتاخر في النتيجه امام نادي كبير، وبالتالي فوز عن جداره واستحقاق. جيد. كابتن دكتور سلطان، اين تاخذ هذه البطوله النصر؟ تاخذ اول شيء لاعداد مميز لعناصر ويعني وضحت قيمتها، هذا امر. تاخذ كذلك لنقاط ضعفك اللي تعززها، هذا امر. تاخذ لثقه اكبر بمدرب رغم الظروف تفوق، رغم الظروف على فريق مثل الهلال وصيف العالم بهذه الاسماء وبهذه القيمه وبمدرب مثل خسيوس، تكسبه قبل المباراه باختيار التشكيل والاسلوب الامثل، تكسبه مع المباراه حتى بعد التاخر بالطرد. توضح لك قيمه هذا الفريق اللي الى الان ما اكتمل، ومع هذا يكسب هذه البطوله. لو تلاحظ مسيره النصر في هذه البطوله كيف تدرج مستواه من مستوى اقل فاقل الى وصل الى المستوى الافضل، ووضحت لك هذه المباراه نهائي في مثل هذا اللقاء امام ديربي يعني مثل الهلال في مجريات هذه اللقاء. توضح لك ان النصر على المستوى التدريبي كاسترو تفوق بمراحل على خسيوس. على المستوى العناصري شوف عناصر النصر كيف تاثيرها، رونالدو وباني، وشفنا كيف بروزوفيتش، وشفنا كيف حتى العقيدي، شفنا كيف حتى في حاله طرد شوف كيف وظف اليكس كلاعب سنتر، اضافه للرفتين. وضح لك القيمه اللي يمتلكها النصر حتى على مستوى البنش على مستوى الدكه. صحيح. فاعتقد جرأة كاسترو، قيمه نجوم النصر تفوقت بشكل كبير. في المقابل احباط كبير من تعامل خسيوس من بدايه اللقاء. اعتقد انه من بدايه اللقاء وقيمه العويس اللي كان باول الشوط الاول انقذ 5 كرات، توضح لك تالق الحارس. اذا اخطاء الفريق على مستوى الاسلوب، على مستوى الخيارات، حتى على مستوى التغييرات. نعم كابتن نور، هذه النتيجه وهذه البطوله هي اشاره وايضا علامه وتحدي يقدمه النصر لمسيره الدوري. أنا أتكلم من نقطتين. النقطة الأولى بالضبط النصر الآن أخذ ثقة أكبر، خاصة بعد هذا الأداء الكبير. فريق يلعب بنقص عددي، يتأخر بهدف، يعود للمباراة. بعض اللاعبين اللي نال منهم التعب لكن كانوا مصرين على تكملة المباراة، وهذا الأداء العالي. الهلال لم يظهر بالشكل المطلوب المتوقع من جمهوره. حقيقة أنا شخصيا كنت أتوقع أنه الهلال يظهر بشكل أكبر، لكن النصر خاصة في الشوط الثاني أو بعد الربع ساعة الأولى من المباراة أخذ زمام المباراة بشكل كبير وأن تأخر بالنتيجة. لذلك بالفعل النصر الآن يدخل بثقة كبيرة للدوري وباقي البطولات. النقطة الثانية العنفوان الكبير اللي لدى رونالدو يدلل لك أنه لا يزال لاعب شاب بعد أولا داخل المباراة، وكيف يحتفل بعد كل هدف، وأكثر من 120 دقيقة. خلينا نقول وين خرج آخر 5 دقائق، لكن أكثر من 120 دقيقة لعب مباراة بهذا العمر. وبعد المباراة هذا الاحتفال الكبير معناها حتى اللاعبين الشباب اللي موجودين بالنصر ينتبهون على رونالدو، راح يصير عندهم هذا الحافز الكبير، انه حب الالقاب، الطموح الكبير، الاهداف اللي موجوده. جيد بدر، لحظه الفرح جميله، ولكن يجب ان نقف عند المدرب. قدم شيء ذكاء في هذه المباراه وخصوصا في لحظه الطرد. عزيز، اول شيء خليني ارجع ابارك صراحه، لاني انا كما تكلمت في بدايه الاستوديو، فلا بد اني ابارك للاداره العمل الكبير على مستوى الاستقطابات الكبيره اللي قامت فيها. لازم ابارك للاعبين اللي لعبوا منقوصين لاعب ومتاخرين بالنتيجه ومع ذلك رجعوا المباراه. لازم ابارك للفريق اللي مر بظروف صعبه، وصل قبل بدايه اول مباراه بيوم ومع ذلك انتصر، تعادل مع الشباب، انتصر على المنافس قوي مثل الزمالك وتاهل. انا اعتقد لما نتكلم عن المدرب كاسترو يا ابو بدر، نتكلم اول 10 دقائق فقط للهلال، بعد ذلك النصر تفوق بكل مجريات المباراه. بعد الشوط الاول، بعد ال10 دقائق الشوط الاول، الشوط الثاني، الاشواط الاضافيه، كيف تفوق؟ تكلمنا ابو بدر انه واحده من المشاكل اللي ممكن يعاني منها النصر عمليه البناء والضغط العالي اللي يمارسه الهلال، فلهذا اللعب المباشر اسهل. بعد كذا اعتمد النصر على اللعب المباشر، وجد المساحات، وجد الفراغات بوسط الملعب،